الاستريب جنبين. اول حاجه في الكيميكال ايه؟ الجلوكوز. هجيبه منين؟ طب الطريقه القديمه ايه؟ حد سمع عن محلول اسمه بندك؟ سمعت عن بندك؟ محلول لونه ازرق كده. بندك ده كان زمان هو الكاشف بتاعنا قبل الاستريب. بعمل ايه؟ بجيب التيوب ده احط نصه بول ونصه الثاني محلول بندك كان لونه ازرق. ايه اللي يحصل؟ تحطه على النار بعد كده، طبعا بتعمل له ميكس تروح وتحطه على النار. ايه اللي هيحصل معاك؟ الازرق ده هيتلون لبرتقالي، برتقالي اغمق، اخضر. عارفين هو ده اللي هيحصل فين؟ يحصل في الشريط. هو حاطط لك الماده دي بس ماده في صوره بودر او صوره راسب في الشريط ده طبقات انت تحطها في اليورين. لونت، هو الاساسي يبقى فاتح ابيض فاتح، لون من اخضر يبقى فيه سكر، اخضر جامد بلس 2، اخضر اغمق بلس 3. دي الفكره. طب انت ده هو الكشف بتاع الجلوكوز، مش اكتر من كده. انت عملت الاستريب وطلع جلوكوز موجب، خلاص هيبقى موجب، مش هتجيب بندك تاني وتشتغل. بس انا بقول لكم لو انت عايز تتاكد. طيب دايما حاول تتاكد ازاي؟ لو عندك عينه المريض بتاعك له سيرم وهو مش طالب سكر، وانت مش هتخسر كتير يعني، التست بتاعك مش هيكلف 2 جنيه يعني، وطالع معاك جلوكوز موجب 2 موجب 3 مثلا، كتير بقى. وانت دلوقتي خايف، هو طالب يورين، طالب كرياتينين، مش طالب سكر. هو لو طالب سكر وطالع معاك 250 فانت هتبقى وانت بتحط بلصايه قدام الشوجر ده، انت بتحطها الطبيعي نير لبره. ده الطبيعي. طب لو هو عنده السكر يعني الشريط لون، عشان قلت لك الانديكيتور هيقول لك هو بلس 1 حسب اللون بقى، حسب درجه اللون، بلس 1 ولا بلس 2، يعني انت مش بتفتي دي، مش تقديريه. بلس 1 حسب اللون، بلس 2 اغمق شويه، بلس 3. فانت شايف اللون مسود يعني غريب جدا، يعني لو انا هكتب نتيجه بناء على تقرير بول هقول له بلس 3. بس انا شاكك ممكن الشريط ده ممكن يكون كذاب، يعني ممكن يغلط، ممكن يكون بايظ فيلبسك. انت طلعت الواحد سكر في البول، يعني هو غالبا عنده سكر عالي في الدم، الا في الحالات اللي قلنا ان هي فولس بوزيتيف زي البريجنانسي كده. فانت لازم تبقى فاهم ان الست الحامل لو عملت لها سكر في الدم هيطلع 110. ما تقوليش ده ما عداش ال 180. انا فهمتك ان ده اسمه ايه؟ فولس بوزيتيف، يعني ايجابي كاذب، عشان هو في الحمل الكلى بتضعف شويه فممكن تسرب بقاياها. لازم تكون فاهم الكلام ده، احنا بنربط الكلى باليورين اهو. فانت عايز تتاكد انت عندك سيروم. لو ما عنديش سيروم مضطر اطلعها زي ما الشريط بيقول، او على الاقل يعني ما اطلعهاش اقل من 2 لو هو يعني جامد عشان اخليه في الضمان. طب انا عندي سيروم هو طالب كرياتينين، هعمل له سكر. ليه بقى؟ انت ممكن تطلعها كده بس ممكن تبقى غلط. انت عشان تحمي نفسك كمعمل وتكون متاكد من النتيجه وضميرك يبقى مرتاح وانت بتسلم التقرير عنده سكر 3، تعمل له سكر في الدم. انت مش طالب له سكر، يعني مش هتسلمه تقرير براندم بلاد جلوكوز. طلعت النتيجه 300، فانت كده وانت بتكتب بلس 3 قصاد الجلوكوز نفسيا خلاص انت عارف ان هو بلس 300 ده يعني خلاص ده بقاله كتير نزل كميه كبيره لدرجه ان هي لونت بسواد فطلعت بلس 3. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا نايمين؟ حاسك نايم. انا بحط الشريط لون اسود. انا بقول لك الاختبار التاكيدي ايه؟ هو مش طالب سكر بس انت عندك له عينه سيرم دم، اعمل له انت تيست سكر 1000 على 10 سيرم وقيسه بعد 10 دقائق. صعبه؟ طلع 300، انت مش هتطلع له السكر، مش هتسلمه تقرير السكر في الكيمياء، يعني مش هتطلع له نتيجه السكر. لكن انت هو طالب بول وكرياتينين، صح؟ البول الشريط ملون فمدي بلس 3. فانا بقول لك عشان تتاكد وانت بتكتبها عملت له سكر في الدم فطلع 300 فخلاص انت مطمن. طب لو عملته طلع 100، شك بقى في نفسك. شك في نفسك بقى. وارد يكون الاستريب بايظ، وارد يكون الاستريب بايظ فملون غلط، ووارد يكون حامل من الحالات اللي قلناها اللي هي فولس بوزيتيف كلها. ست حامل خلاص انت عرفت تطلعها لها بقى نمبر 1 نمبر 2 زي ما الشريط مطلعها عادي. فاهمين انا بقول ايه؟ ده التاكيد بتاع الجلوكوز. فالشريط وبندك ده انت مش هتشتغله في المعمل، بس هو محلول لونه ازرق بتحط نفس الكميه، كميتين متساويتين، يعني انت حطيت مثلا نص الانبوبه تحط نصها بالمحلول ده وتغليه على النار، اللي يحصل هيلون. نفس فكره الاستريب. زي ما تشوف الاستريب هتقارنه بالعلبه، قال لك ان اللون الاساسي ازرق بقى اخضر يبقى نص واحد، بقى اخضر اغمق يبقى 2 3، تقوم كاتب لو هو هنا هتكتبوا لي هنا. طب لو هو بلس 1 خلاص غير التقرير بلس 1. سهله ولا صعبه؟ دي اول واحده. طب البروتين، حد يعرف نكتشف البروتين ازاي؟ بجانب ان الشريط هيلون، ده الانديكاتور بتاعك برضه، هو عنده بروتين هو لونه اصفر هيلون الاخضر يقول لك يبقى بلس 1، لون الاخضر اغمق بلس 2. سهله خالص، هي مش فارقه استعباط، بس التاكيد اهم من الشريط. يعني ايه التاكيد اهم من الشريط؟ انا دلوقتي البيض لما بتغلوه البيضه سايله ما تحطها في النار اللي بيحصل بتبقى عامله زي ايه؟ بيضه
البروتين بتاعها بيحصل بالبويلنج بالغليان بيتجمد. نفس الفكره، هو نفس البروتين في كل اي مكان كده. يعني ايه؟ هجيب العينه اخد منها شويه في انبوبه فاضيه بقى، انبوبه ازاز بقى مش بلاستيك، احنا كنا شغالين في بلاستيك، افضي شويه. ولذلك انت لو حطيت الشريط قبل ما ترمي، مش احنا قلنا كلها اهي، حطيت الشريط قبل ما ترمي تتاكد ان الانديكيتور بتاعك ملون في البروتين ولا لا، عشان انت عايز منها شويه. انت لو رميتهم الموضوع انتهى، هتقول له هات عينه ثانيه. انت عملت الشريط ولون عند البروتين، فالمطلوب منك تعمل بلس 2. تتاكد ازاي؟ باجي العينه نفس ما قلت لكم البروتين بيتجلط لو موجود. اخد شويه بقى من التيوب الكبير ده، افضيها في انبوبه ازاز شويه صغيرين ما املاش الاخر، واحطها على النار وامسكها بماسك. عارفين الماسك؟ او فورسبس اللي هو الملقاط اللي كنا في المعمل ده، امسكها باي طريقه. المهم مش هتمسكها بايدك عشان انت ايدك هتولع وانت حاططها في النار. ووشها لوش مين؟ زميل. زي ما انت بتشتغل وشها لوش زميل، عشان لو هي لو انت سبتها وما حركتش ايدك رايح جاي هتطير في وشك انت لو انت حطيتها في وشك. ده بول هيغلي زي الميه، لا نطر في وشك. واصله؟ بول نطر في وشك فانت اتحرقت البول. بس هي مش هي المشكله، ده اللي هيحرقك. فانت وشها تبقى بعيد كده اهو، عشان انت ممكن الازازه تفرقع اصلا. لما بتيجي نسخن حاجه على النار، اعتبر ان ده الانبوبه اهي، ده الانبوبه وده الفورسيبس، انا ماسكها بتاعها كلها بتاعتها، بروح واجي مش بفضل حاططها على النار ووشها ليا، لا اما تفرقع كازاز، ما هو الازاز له اخر يعني، او انت مسكر الميه فبتروح وتيجي لحد ما ايه اللي يحصل؟ درجه الحراره لما تعلى، لو البروتين موجود في العيان اللي هيحصل؟ هتلاقي في كتله لزجه، كتله بروتينيه زي البياض البيض كده اتكونت. هي كان كلير مفيش في اي حاجه، وبقى كون كتله بيضاء كده زي بياض البيض بالظبط. فمعناها ايه؟ ان الشريط كان صح. فالبروتين اكتشفوا ازاي؟ الشريط اداني اخضر، اخد شويه في تيوب ازاز اغليهم، كون كتله بيضاء، يبقى موجب 2 موجب 1 على حسب، وبتتقدر من الشريط مع برضه العينه. يعني ما يبقاش غليته وعمل لي تربت بس كميه بروتين حاجات بسيطه، بس الشريط كان ملون اخضر غامق بغباء يقول لك بلس 3. لا، اللي انت شايفه بعينك التاكيدي ادق من اللي انت شايفه على الشريط. يعني لو هو بس مجرد انت ما جريت العينه عمل لك حاجات نقط كده خفيفه، بس الشريط كان مديك عند البروتين بلس 3. مخدر الجبال، انت من الشريط هيقول لك بلس 3، انت غليته قدام نقط بس عقاره بسيطه كده. فاهمين حاجه؟ ما تطلعوش بلس 3، ده بلس 1، ده يطلع بالتقرير بلس 1. دايما التاكيدي ادق من الاستريب، ولذلك لازم نعمل التاكيدي في حاجات كتير. طب ما احنا نعمل ده اللي هو ايه؟ ما انت هتعرفي منين ان كل الحالات لها عندها بروتين؟ هتقعدي تغلي كل العينات ما انت كده بتقرفي نفسك. فده ده مؤشر ليكي، قال لك اللون اخضر يبقى بتاخدي شويه تغليهم، لكن انا عملت الواحد ومش مقدر. بس في حالات لازم اغليه حتى لو ده مش مدي، عشان احتماليه ده غلط. اللي هي حالات ايه بقى؟ السيدات الحوامل. السيدات الحوامل لازم اغلي البول، عشان دي ممكن يكون عندها تسمم حمل والشريط بتاعي بايظ، واجي اغليها الاقيه مديني هنا نقل، واجي اغليه يطلع لي بروتين. ده لازم تغليها لو طلع مفيش لون يعني نورمال، لازم تغليه برضه، عشان التاكيدي ادق من الاستريب. لازم اكد على النقطه دي، التاكيدي ادق من الاستريب. طيب البلاد اكتشفوا ازاي؟ عندك 3 حاجات. الشريط هيغير دم يعني ايه؟ يعني ار بي سيز، هيبان لك مع الار بي سيز هنا، فما بقاش ده بلاد موجب 2 على الشريط، وتحت الميكروسكوب مفيش ار بي سيز خالص، والنتيجه من 0 ل1 مفيش كلام ار بي سيز. ازاي بقى؟ في حاجه غلط. بس هو طبعا لو بلاد هيبقى لونه محمر برضه، فاللون هيبقى ايه؟ مش هيبقى امبر يلو ولا يلو، هيبقى ريدش. الريد دي بنحط لها دش دي يبقى ريدش، جرينش، يلوش، بس دي بنكتبها يلو. فاهمين؟ انا ما بهزرش، عشان في ناس ما بتبقاش عارفه اللون البني براونش، هو لونه بني، البول التحليل بيقول لونه بني، بس مش عارف اكتب بني في اكتب براوني يعني، لا براونش. ماشي؟ انتوا فاهمين؟ يبقى عندك الاستريب هيلون. بعدين هبقى باصص على الفحص اشوف في ار بي سيز ولا لا، لون الدم هيخليها مش اصفر، فده البلد. في اختبار تاني انتوا مش هتعملوه زي بنبك ده كده برضه، اسمه بنزيدين. ماده بضيفها بكميه من البول وبرضه بتعرضها للذهب، بتغير لونها نفس اللون اللي حاطينها في الاستريب. ده الاختبار بتاع التاكيد. بس ده سيبك، انت مش هتجيب بنزين في المعمل ولا هتجيب بندك، ده لازم يكون مربوط مع الار بي سيز اللي انت شفتها بعينك بلون العينه. فما تقوليش بلاد موجب 3 ومفيش ار بي سيز والدم والعينه لونها اصفر، منطقيا كده. فده اهو
هيتربط ده اهو، هيتربط بلون معين. تمام. الكيتون بادز، حد فاكر الكيتون بادز دي جت منين؟ فاكرين الكيتونز؟ دايابيتس ماليتس بقى والفاتس، وان انا ما عنديش سكر في جسمي فاقوم رايح على الديبوس تيشو اللي قاعده دي. تعالي هنا لا قدام عشان انا عايز اسالك بما انك كنت جايب المره اللي فاتت. حد يشرحها بقى. الكيتون بادز جت منين بقى؟ بتحاول السكر وفي بتحاول بقى الكيتون بادي وبتتكون حاجات اسيتون اسيتو اسيتيت وبيتا هيدروكسي بيتريل، الثلاث انواع دول. والكيتون بادز قلنا دي ضربه صح؟ ايه ده الكيتون بادز بقى؟ فمعنى ان يطلع كيتون بادز معاك موجب واحد غالبا هيكون معاه ايه؟ ما هو الشخص اللي بيطلع كيتون واحد عنده سكر فجسمه مش عارف ياخد السكر فعمال يحلل في الدهون، فبالتالي لازم يكون معاك ده برضه مربوط بده. يعني ما تقوليش كيتون موجب واحد، ما الكيتون ده هتكتشفه بالشريط. تمام. السكر مش طالب يبقى ايه؟ في حاجه غلط. غالبا السكر للشخص مريض سكر معنى ان ينزل له كيتون بادز يبقى الحاله متدهوره، عشان احنا قلنا ايه؟ مش مفيش كنترول، فالسكر مش عارف يستهلكه فيروح ياخد من النسيج الدهني ويحللها عشان يديله طاقه. فمع السنين يطلع تلاقي عندي كيتون بادز، الكيتون دي تدخله في غيبوبه، تدخله في كوما، تعمل تسمم. مش احنا قلنا هتغير عشان هي البي اتش بتاعها اسيدك، هتغير الدم بتاعنا نيوترال من كتر ما تراكمت في الدم. ما هي بتخرج في البول معناه ان زايده في الدم، ما هو الدم مره على الكلى اترشح نزل لي الكيتون بادز في البول، فمعنى ان هي نزلت في الدم يبقى هي زايده في البول، نزلت في البول يبقى هي زايده في الدم واصله. هتغير البي اتش تخليك عندك الدم بتاعه بدل نيوترال اسيدوزيس، والانزيمات مش هتشتغل فهيموت، هتدخله في غيبوبه. اكتشف الكيتون ازاي برضه؟ في الشريط. وفي اختبار تاكيدي برضه انتوا مش هتشتغلوه في المعمل اسمه روزرا تيست. نفس الافكار بتاعت الحاجات دي، بجيب ماده احطها على كميه من البول واغليه، بتلون لون بتعمل حلقه بنفسجيه. تعرف تشرحها لي بقى دي؟ انت عارفها، انت كل ما اكلمك تقول لي الحلقه البنفسجيه. عارفين الحلقه البنفسجيه؟ بجيب ايوه الرينج فايروس، بجيب كميه من البول واحط عليها الماده بتاعت الروزرا دي، هي ماده ماشي، الروزرا دي اسمها حلقه لكن هي ماده جواها. مش فاكر اسم الماده ايه، لو انتوا عارفين اسم الماده ولا بضيفها واغليه برضه، بيعمل لك هنا اهو حلقه لونها بنفسجي، يعني البول تحت لونه اصفر العادي بس يكون لك هنا حلقه لونها بنفسجي كده. ده معناها ان العينه دي فيها كيتون بادز، سواء اسيتون او كيتون او اسيتو اسيد اي نوع، بس غالبا اللي بينزل في البول بيكون اسيتون. بيبقى حمض نيتروك وحمض سلفوريك اسيد تركيز تمام. ايوه كده يا باشا، فوق معايا. انا البطن بتاع اول اتفاجئ في مره بسبب الكورونا. المهم بتعمل حاجه اسمها رينج فايروس دي، الحلقه اللي انت بتشوفه فين؟ بتشوفه على الشريط. الشريط اللون اللي بيلون هنا البنفسجي، يعني ما الشريط بيبقى ابيض تلاقي لون بنفسجي، نفس الفكره دي لان هي فيها نفس المواد بس متحضره في الشريط. تلاقي لون بنفسجي يبقى عندك كيتون بادز. لازم تكون مطمن ان مع الكيتون في جلوكوز او مفيش جلوكوز، بس حالات زي ايه؟ زي الاستارفيشن كده، مجاعه. واحد ما بياكلش بقاله اسبوع، واحده جوزها قاتلها وحابسها في البتاع وانت عملت لها تحليل بول ما اعرفش ازاي، ممكن تلاقي عندها كيتون بادز. ليه بقى؟ هي ما عندهاش مرض السكر. في حالات ثانيه واحنا قلنا لازم يكون سكر مع الكيتون. طب انا واحد بقول لك في كيتون بس ما عندوش سكر، في حالات زي كده. ما انا عايزك تبقى فاهم. في واحد عامل دايت بس قاسي، ما بياكلش خالص، مموت نفسه، ايه اللي يحصل له؟ جسمه هيحلل الدهون اللي فيه، مش هيموت بسرعه، هيقعد يحلل في الدهون، هيكون كيتون بادز. مفيش سكر مع الحاله دي. يعني انا مش اللي انا بقوله يبقى نصا، لا، هو الغالب مريض سكر فلازم يبقى فيه جلوكوز، لكن هو مش مريض سكر، روح اطمن عليه بقى، جاي من دوله افريقيه، الناس اللي هو بيعضموا هناك دول ما بيموتوش بسرعه، بس ما بيموتوش الا بعد ما يبقوا عظمه. شفتوا بتوع افريقيا دول جسمه في الاخر بتلاقيه عظم، انت مش شايف حاجه غير الهيكل العظمي. ما هو ما بيموتش ليه؟ سبحان الله، ربنا ادانا فرصه ان الدهون تتحل، بس ده لو جيت تعمل له تلاقي عنده كيتون بادز ضارب، فده ممكن يموته برضه بطريقه ثانيه اللي هي الكوما. الجانب ان هو مفيش طاقه كمان. فالكيتون بادز هنكتشفه بالشريط. سيبك من الايه؟ من الروزر تيست بتاع الحلقه البنفسجيه انت مش هتعمله، انا بعرف لكم برضه، لكن الشغل على الشريط سهل برضه. طب النيترايت دي دليل على ايه؟ انا بكتشفها برضه ازاي؟ الايتم بتاعتها لونها ابيض تحول لونها بينك، يبقى في نيترايت. النيترايت دي بتجي منين؟ يعني اربطها بايه تاني؟ عندك بينزل في البول نترات. طب انا عندي العينه فيها بكتيريا تحول النترات لنيترايت، فلما الاقي النيترايت لون على الشريط غالبا هتلاقي باص سيلز وهتلاقي بكتيريا. فاهمين النيترايت؟ بقى هتفرق معايا في ايه؟ انا بربط كل واحده بحاجه يا جماعه. النيترايت معنى ان هي موجوده، انت جسمك البول اللي بينزل فيه بينزل نترات، دي موجوده في البول بس انا ما بكتشفش عنها لان هي مش دلاله على حاجه. سيبهم يا ابني يجمعوا يلا.
فمش دليل على حاجه، لكن معنى ان هي لونت انا حاططها انديكيتور عشان اشوفها لو موجوده معناها ان كان في بكتيريا حولت النترات لنيترايت. فغالبا لو لقيت النيترايت ملونه اللي بتشتغل بول هتلاقي في غالبا باص سيلز. ممكن تلاقي بكتيريا عصويات كده وانت بتفحص البول تلاقي عصويات ماشيه كده حيه لسه. البكتيريا دي اللي هياكلها الوايت بلاد سيلز وتموت تتحول للبص. بقول لك البص من 20 ل 30 مثلا. مش ده اللي بتشتغلوه؟ الحالات الماشيه دي خلايا بشريه؟ لا انا بقول عصبيات. ما جبتش لسه خلايا البشريه بتبقى عامله هماميه الشكل. هنجيلها دلوقتي. مستعجله ليه؟ ده انا بقول لك عصبيات. مش انت عارفه البكتيريا في البكتيريا في الميكروبيولوجي البكتيريا نوعين، كوكاي بتكون مدوره وباسيلاي عصبيات. غالبيا اللي بتاعت اليورين ده بتبقى عصبيات. تبقى غالبا ايكولاي مثلا مش ايكولاي. عصبيات بكتيريا حيه اللي هي بتعمل لك المرض، اللي بتعمل لك الانفكشن والالتهابات دي اصلا. فدي نربطها بايه؟ لما تكون ملونه غالبا نركز ان انت تشوف بص او تشوف ايه؟ البكتيريا لسه حيه. ما هو البص معناه ان البكتيريا بتاكل، فانت ممكن تشوف لسه بكتيريا بتتحرك مع بص وممكن تشوف بكتيريا لسه مفيش بص. فده دليل على ايه؟ ان هيكون في انفكشن في بص او في بكتيريا. لسه حاجه؟ لسه الاثنين دول. كل الحاجات دي الصوره بتاعتها الطبيعيه بنكتب نل. واصله؟ لكن انا كلمتكم عن الغير عادي، يعني ده الغير عادي هقيمه بلصات، البروتين برضه بلصات حسب ما تقدرها انت. بلصات، الكيتون بلصات، انتوا فاهمين انا بقول ايه ولا لا؟ يعني النورمال نل. بلصات دي يعني ايه؟ لقيت بلاد موجب واحد على الشريط خلاص ده فيها بلس واحد. ده الغير طبيعي. مش احنا قلنا الباص دي اللي هي كرات الدم البيضاء بعد ما بتتحلل باين؟ بعد ما تاكل البكتيريا بتبقى بص. هي الوايت بلاد سيلز هي البص سيلز. بس هي في اللحظه دي اسمها خلايا صديديه مش خلايا كرات دم بيضاء. هي ماتت. يعني عملت دورها الاساسي في عمليه البلعمه، كلت البكتيريا وتحولت لبص. فهي بقت انديكيتور بالنسبه لك على ايه؟ هي البص دلوقتي مش هي المرض. ده هي دليل ان انت عندك بكتيريا بتهاجمك فبتاخد لها مضاد حيوي، بعمل لها مزرعه. وانا بعملش مزرعه عشان يا عم الاقي البص من اوفر مين؟ بعمل مزرعه ليه؟ وانا بعمل مزرعه عشان اعالج البص؟ البص دي كرات الدم البيضاء اللي قتلت البكتيريا. بس معناها ايه؟ ما هي معنى ان لقيت بص ان كان في بكتيريا، فانا بعمل لك مزرعه ليه؟ اليورين كالشر بعملها ليه؟ عشان اشوف البكتيريا دي تنمو بره في وسط خارجي بره، بدي لها ميديا معينه وازرعها عليها وتنمو وارجع احط لها ديسكات مضاد حيوي اللي موجوده في الحياه بتاعتنا واشوف ايه اللي هيموتها عشان حضرتك تاخديه يتعالج. لكن انت مش بتعالج بص. ده البص دليل على ان في بكتيريا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ البص كان بكتيريا. بتبقى في البول ازاي وهي اصلا لما بتبقى في الدم كرات الدم البيضاء بتشتغل؟ هي مش في الدم. هو انت مش في عندك المجرى البولي ده مش ممكن في بكتيريا بتهاجمه؟ انت كل مكان في جسمك ممكن يهاجمه بكتيريا. مش في بكتيريا بتيجي في الجهاز التنفسي، هي البكتيريا في الدم بس؟ مالهاش علاقه بالدم. هو اللي بتفكر ان الوايت بلاد سيلز دي ماشيه في الدم بس؟ لا مش ماشيه في الدم بس، بتروح للتيشو الانسجه دي. مش في هنا حصل جرح، ما هو ده نسيج اهو، هو ده دم. ما هو بيجي فيه خلايا بيضاء برضه بتحميه وتقفله، هي المشيمه دي دم بس. مش في كل مكان في جسمك فيه كرات دم بيضاء وخلايا كتير مناعيه. مش بتبقى ماشيه في الدم بس يا جماعه. ده دي موجوده في الانسجه، ده بتروح تبقى موجوده في الانسجه. ممكن اخد جزء من جسم حد واحلله باثولوجي فالاقي فيه كرات دم بيضاء. بتدافع برضه في الانسجه في التشو لو في عدوى. فانت في المجرى البولي ده ممكن تلاقي باص سيلز برضه اللي هي الخلايا الدم البيضاء عشان تكلف البكتيريا. طيب خلصنا من البيليروبين الطبيعي بتاعنا ما بنكتبش ايه؟ وما بنكتبش نيل، نكتب نورمال. لان البيليروبين ما بتنزلش في البول اصلا. على عكس دي موجوده برضه بنكتب نورمال. دي اللي بنكتبها نيل. دي نورمال. في يوروبايلينجين موجوده في البول ولا مفيش؟ في يوروبايلينجين في البول اصلا ولا مفيش؟ في بروتين في البول اصلا ولا مفيش؟ المفروض في الطبيعي مفيش. طب في يوروبايلينجين ولا مفيش؟ ده فيه. اي بول لازم يكون في الصبغه دي اللي احنا قلنا من الاول ان هي جت من البيليروبين اللي هو بينزل يروح في العصاره المراريه يروح على المعده يروح جزء منه ينزل في اليورين يديله لون اصفر. فانت عندك كميه لذلك بنكتبها نورمال مش بنكتبها نيل. نيل يعني مفيش. لكن نورمال لان هي موجوده بالكميه النورمال بتاعتها. لو زادت تلاقي الشروط لو انك عند بتاع اليوروبايلينجين بقى مسفر الغباء. فمعناها ايه بقى؟ معنى ان اليوروبايلينجين ينزل كميه كبيره في البول بقى السبب ايه؟ مش احنا شرحنا الصفرة؟ في صفرة تكسيريه صح؟ طب معناها ايه ان مفيش يوروبايلينجين؟ احنا قلنا لازم يكون في نسبه. ممكن يكون بسبب حاله ايه؟ انواع الصفرة الثلاثه، الاوبستراكتيف والتكسيريه والكبديه. الاوبستراكتيف دي معناها ايه؟
ان المراره انسدت فما بتطلعش الصفرة في المعده، فما فيش حاجه هتنزل في اليورين ولا في الستول، فتيجي تعمل يورو بايلونجين مش نورمال، ما فيش اصلا. فده معناه ان في عندك هنا ايه؟ انسداد في القنوات المراريه. ده نوع من الصفرة الانسداديه اللي قلناها. كل حاجه لها دلاله. يعني انا بقول لك اليورو بايلونجين موجود اصلا في البول اللي بدون الاصفر، البول ما فيش فيه يورو بايلونجين اصلا. يبقى عندك فيه انسداد في القنوات المراريه، فما بيخرجش الصفرة اللي هي المفروض تنزل في المعده في الصوره طبعا عشان تهضم الدهون والكلام ده، فما بتنزلش لا في اليورين ولا في الستول. برضه هتلاقي الستول مش لونه براون، هتلاقيه لونه ابيض. فاهمين؟